بقيادة المدرب الرائع وليد الركراكي والحارس الجبار ياسين بونو، حكيم زياش اللي ابتعد عن المنتخب حاليا ولكن كان يقود جيل 2022، المهاجم يوسف النصيري وغيرهم الكثير يا اخوان، صنعوا لنا اقوى جيل مر في تاريخ الكرة العربية قاطبة، حتى وان كان المغرب عندها لقب قاري وحيد في كأس افريقيا حققوه في عام 76 في اثيوبيا، الا انه انجاز الجيل الحالي كافي ووافي لتربعهم على عرش العرب، ولا رح نعمل حالنا ما شفنا شو صار في كأس افريقيا 2023، سنغض الطرف. اما الان فالبطولة ان شاء الله بعد شهر تقريبا في المغرب نفسها، إن لم تحققها المغرب فلا يلومون إلا أنفسهم. المغرب بشكل عام بكل أجيالها الكروية الحالية تقدم الاستثناء في عالم كرة القدم، ولكم بمنتخب تحت ال20 عام خير مثال، وهو الذي قبل أسبوعين حقق بطولة كأس العالم في تشيلي. طيب يمكن يسألني واحد، طب يا محمد المنتخب الأردني، والله لو كان عندي خانة تاسعة لكانت للجيل الحالي للمنتخب الأردني، ولكن ما فات شيء. المنتخب الأردني يا إخوان في كأس العالم 2026 وهو أول منتخب عربي تأهل للمونديال، وهو منتخب كان قاب قوسين وأدنى من الفوز بآخر بطولة كأس آسيا هنا في قطر وأمام قطر، وشجعناه في قلب الملعب وكنا خلفه مؤازرين، ويقدم لنا جيل استثنائي في تاريخ الكرة الأردنية، فرصة ذهبية للمنتخب الأردني أن يفعل شيء في كأس العالم، وإن تواجدت مع فرنسا في ذات المجموعة فسأتواصل مع الفرنسيين حتى يعطوك المباراة. ديل؟ اتفقنا؟ متفقين هيك. طيب يا اخوان، خانة تعليقات لكم، هذا موضوع نقاشي، لكم مطلق الحرية، عبروا عن آرائكم ولكن لا للعاطفة ولا للإجحاف بحق الآخرين، واقرن تعليقك بالدليل. ليش بتشوف المنتخب الفلاني قبل المنتخب الفلاني؟ تواصلوا معي عبر كل حساباتي الشخصية، أعطوني عناوين حلقات ترغبوا فيها، راح أعيش معاكم تصفيات كأس العالم الحالية وشو بصير فيها من خلال الستوريات اليومية. اللي ما عمل لايك يعمل، اللي ما اشترك معنا في القناة يشترك، وانتظروا قرعة كأس العالم 2026 بتاريخ 5/12/2026 إن شاء الله. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. خلينا نشوف لبسك الحلو يا بابا. خلينا نشوف لبسك الحلو يا بابا. انا نشوف لبسك الحلو. اي يا اخوان.